نكسة 67، فيبقى المسؤول الاساسي والاول عن النكسة هو جمال عبد الناصر نفسه. يبقى جمال عبد الناصر خسر في حرب 48، وطبعا هو مش مسؤول عن الهزيمة، وخسر في نكسة 67 وكسب العدوان الثلاثي وكسب حرب اليمن. نيجي بقى للحرب المنسية، وهي حرب الاستنزاف او حروب الاستنزاف، وطبعا مصر كسبت الحرب دي بلا منازع، وطبعا كانت عبارة عن حروب خاطفة خلف خطوط العدو، وكانت بتتنفذ بكل كفاءة. زي اشهر حادثة فيهم تدمير المدمرة ايلات مثلا، او الحفار ايفر جيفن، او اي حرب من اللي انت سمعت عنها دي، فجمال عبد الناصر انتصر فيه. بس الحرب دي منسية والناس ما بتتكلمش عنها كتير. ده غير كمان حائط الصواريخ اللي هو عمله، اللي هي شبكة الدفاع الجوي، اللي بعد كده هي اصلا سبب انتصارنا في حرب اكتوبر. يبقى هو اصلا شارك في انتصار حرب اكتوبر لما وقع اتفاقية هدنة مع الكيان الصهيوني، وبعد كده عمل حائط الصواريخ ده، ومصر بعد كده بنت خطتها عليه وقدرت تعبر. فخلاصة القول عزيزي المشاهد للناس اللي شايفه جمال عبد الناصر بطل قومي، والناس اللي شايفاه خسر كل الحروب ومش عارف ايه، جمال عبد الناصر بشر يخطئ ويصيب. عمل حاجات حلوه